بسنة 2018 وبمدينة كوبنهاجن الدنماركية في واحد أو حرامي دخل واحد من البارات اللي يدردعون فيهم اللي يشربون خمر، وسرق زجاجة خمر من نوع فودكا. الخبل هذا دخل البار، شاف البطل قدامه، خذها ومشى. وبعد فترة قصيرة لقوا الزجاجة أو البطل موجودة وسليمة بواحد من مواقع البناء، في مكان قاعدين يبنون فيه، لقوا البطل مقطوط هناك نفس واحد سرق ازازه فودكا من البار، هيقعدوا بقى يتحققوا هي فين الازازه وفين. يا جماعه دي ازازه فودكا، ما تسيبوها تغور في داهيه. اللي ضحك بالموضوع ان الحرامي هذا ما يدري ان الزجاجه هذه او بطل الخمر هذا مصنوع من 3 كيلوات من الفضه والذهب، والغطاء مالها عباره عن تمثال صغير عليه شعار الشركه ومصنوع من الالماس. 3 كيلوات ذهب وشعار مصنوع من الالماس. قول كده بقى، قول كده ان الازازه مصنوعه من الذهب والكلام الحمصي، قول كده، ما تقوليش ان خمره وخلاص. ماشي دي تعقل. وهالشيء يخلي هالبطل او الزجاجه هذه اغلى زجاجه فودكا بالعالم او اغلى زجاجه خمر بالعالم، وتبلغ قيمتها $1,300,000. يقول لك ان واحد من رجال الاعمال الروس اجر الزجاجه هذه حق البار الدنماركي، فبعد ما خلصوا منها صاحب البار قال حق الرجال نفسه اللي اجر لهم اياها اني راح ارد اعبيها واعرضها مره ثانيه عندي. فالغبي هذا راح اخذ البطل وشرب كل اللي فيه، ولما خلص قط البطل بالشارع. الرجال يبي يسكر ما يبي البطل. زين يا غبي يا اثول، شوف واحد من ربعك اساله اشرب معاه، يمكن يكون اصحى منك ويقول لك $1,300,000 تشتري البار كله، اشرب لين يطيح حظك. المهم بعد ما لقوا البطل خذوه ورجعوه مره ثانيه البار في كوبنهاجن. في سنه 2012 اكو يا عم الراجل عايز يعمل دماغ، ما تسيبوه يا جماعه يعمل دماغ. في سنة 2012 اكو 2 من السواح من ويلز، واحد اسمه رايس جونز والثاني اسمه كيري ميولز، اعمارهم ما بين ال20 وال21 سنة. هالسواح الاثنين كانوا مسافرين استراليا، فدخلوا منتزه عالم البحار او الاكواريوم يعني، والمنتزه هذا كان بجولد كوست. يقول لك هالاثنين السواح الميانين طبوا بالحوض، سبحوا مع الدلافين بروحهم، وفضوا طفايه الحريق بحوض اسماك القرش او اليراير، خذوا طفايه الحريجه ولحقوا فيها اليراير. همينن هذيل. لو فوق كل هذا يوم بغوا يمشون سرقوا او باقوا واحد من البطاريق اللي موجودين هناك، واسم البطريق ديريك. دشوا محمية البطاريق، سرقوا البطريق، خذوا هالبطريق المسكين ومشوا. طبعا الشباب الاثنين كانوا سكارى، وبعد ما رجعوا بيتهم ناموا وقعدوا من النوم مو متذكرين شنو مسوين، تفاجئوا بوجود البطريق عندهم بالبيت. حاولوا بالبدايه انهم يعتنون فيه، يديرون بالهم عليه ويوكلونه، بس ما قدروا، ما تحملوا وجوده. وبالنهايه اطلقوا سراحه بواحده من القنوات المائيه، وهم قاعدين ينزلون البطريق بالقناه المائيه شافوهم السكان اللي هناك، فعلى طول بلغوا الشرطه، قالوا في 2 قاعدين ينزلون بطريق في القناه المائيه. فتم القاء القبض عليهم وغرموا كل واحد فيهم $1,000 امريكي بعد ما اعترفوا بكل التهم الموجهه لهم. وكانت وكده يعني ان هم اغبى سارقين عشان هو سرقوا البطريق يعني. اتهم التعدي على الاملاك العامه والسرقه والاحتفاظ بحيوان. طب وايه الغباء في كده؟ عادي هم سرقوا البطريق واتقفشوا، ايه الغباء في كده؟ مش فاهم. المهم محاميهم قال انهم ندمانين على اللي سووه وانهم ما راح يعيدونها مره ثانيه، وخجلانين لان الموضوع انتشر وصارت قضيه عامه. لو فيكم خير كان بوقت الدب، مو بايقين لي بطريق مسكين هالطول ما يدري ايش يسوي بعمره. وهيسوي الدب ازاي يا استاذ فارس؟ وايه اللي سايقين دب؟ وصلنا الحين حق سنه 2009 وتحديدا بامريكا وبولايه اوهايو. 3 حراميه دخلوا البيت هذا يعيشون فيه زوج وزوجته، وباقوا اللي يبونه من البيت وطلعوا، خلصوا شغلهم داخل البيت، خذوا اللي يبونه ولموه وانحاشوا وطلعوا من البيت بدون لا احد يصيدهم. لكن بعد ساعتين رجع واحد من الحراميه للبيت، نفس البيت اللي باقوا، والحرامي هذا اسمه ستيفون بينت وعمره 20 سنه، وطلب من المراه اللي عايشه بالبيت اللي هي زوجة راعي البيت انها تطلع معاه بموعد غرامي، يبي يطلعها. خبل انت. فعلى طول المراه تعرفت عليه، هذا اللي توي جاي بايق بيتنا، جاي الحين يبي يشقطني. فعلى طول اتصلوا بالطوارئ اللي هي 911 وحاولت انها تلهي الحرامي وتقعد تسولف معاه لغايه ما يوصلون الشرطه. وفعلا الشرطه وصلت والقوا القبض عليه. ده حمار، ده غبي، ده حمار فشخ ده. حبوه بالسجن لغايه ما يدفع غرامه قيمتها $100,000. ليه $100,000 ليه يعني؟ عشان شط الولايه وانا بسرقها ادفع $100,000 ده ليه يعني؟ مين دي؟ مرات بوتين؟ بسنة 2008 كان في واحد اسمه جوزيف جويتس وعمره 48 سنة حاول انه يسرق واحد من البنوك بامريكا، لكن المقرود لما دخل البنك وحاول انه يسرقه او يبوقه لاحظ ان البنك ما في فلوس بالمرة، ما لقى ولا شيء داخل البنك. قالوا له يبا احنا تونا مبطلين وناطرين سيارات الفلوس توصل علشان نحطهم بمكاين الفلوس، ما عندنا شيء. لا دول مش اغبى سرقة، دول اتعس سرقة، دول اسوأ حظ سرقة. أفداني وروح بيتكم. قالوا منهم اسوي معاه كذي، كسر خاطري. الرجال هذا شكله اول مرة بيبوق، قال يوم جيت ابوق لقيت البنك فاضي صدق مقرود. المهم وهو طالع معصب هدد اصحاب البنك او المدراء واللي يشتغلون بالبنك. ليه هيجيبوا لك فلوس منين طيب؟ هددهم، قال لهم انه راح يرفع قضيه عليهم. ليش؟ نعم يا اخويا. بيرفع قضيه لان البنك ما فيه فلوس. قال لهم اصل يعني احبطوه، جابوا له احباط نفسي فيخشوا مصحة بسببهم، فيرفع عليهم قضيه. البنك ما في فلوس، واحد سرقهم بروحهم. المهم واحد من العملاء اللي بالبنك شافوا اللي صار فاتصل بالشرطه على طول، وكان الحرامي بعده ما وخر عن البنك للحين قريب، فيو الشرطه بسرعه والقوا القبض عليه، وتم اتهامه بالتخطيط لارتكاب جريمه سرقه وقطوه بالسجن لغايه ما يدفع كفاله قيمتها $25,000. للحين احنا بسنه 2008. الظاهر سنه 2008 هي سنه محاولات السرقه الفاشله، كل الحراميه الاغبياء موجودين بهالسنه. بهالسنه اكو شاب اسمه ارون ايفانز وعمره 21 سنه. ارون هذا شاف سياره واقفه بالشارع فقرر انه يبوقها، ما يبي
يبوق منها فلوس؟ يبي يبوق جهاز اللي هو الجي بي اس او النافيجيشن او بالعربي جهاز الملاحه، ومعروف يعني هالجهاز شوي غالي يعني مو رخيص، اغلى من مسجل السياره، لكن من كثر ما حظه وسخ السياره كان فيها كاميرا، فالكاميرا صورت كل شيء هو سواه وقدروا يحصلون على كل المعلومات اللي بيعرفونها عنه من خلال هالكاميرا. ابسط شيء حصلوه عنه طبعا شكله، ثاني شيء الوشم اللي حاطه على رقبته، والوشم كان واضح بالتصوير، الوشم كان فيه اسمه وتاريخ ميلاده، مريح الشرطه ما تعبوا انهم يدورون عليه اسم. طب ليه بقى غبي؟ ليه غبي؟ يمكن الراجل سهو يعني عشان بس التاتو بتاعه ما تاريخ ميلاده. تبين لهم بعدين انه هو من اصحاب السوابق وانه دخل السجن وطلع اكثر من مره، وهالمره انسجن لمده 7 أشهر لمحاوله سرقه هالسياره. في تاريخ 20 مارس سنه 1900 ايه الغباء في كده؟ مش فاهم. 1966 قبل 4 أشهر من بدايه كاس العالم اللي صار بانجلترا تم سرقه كاس العالم، الجائزه اللي هي كاس العالم تمت سرقتها. كان الكاس معروض بقاعه ميثودست سنترال، غصب قلتها، وما شافوا الحراس اي مجرم او اي شخص دخل القاعه وحاول انه يسرق الكاس، ما شافوا احد داخل. وتولى المقر الرئيسي لدائره شرطه العاصمه والمعروف بسكوتلاند يارد مهمه التحقيق بهالحادث، بعدها سلموها لفرع الجرائم المتخصصه واللي اسمهم فلاينج سكواد، وتم التحقيق مع كل الحراس وعمال الصيانه. وثاني يوم انتشرت القصه عالميا، كل العالم قاعد يتكلمون عن الموضوع. ثاني يوم من سرقه كاس العالم اتصل واحد اسمه جاكسون برئيس رابطه كره القدم ونادي تشيلسي وقال له انه راح يترك طرد يعني بوكس كذي عند جسر ستانفورد، والطرد هذا كان فيه وثيقه تطالب بفديه قيمتها 15,000 جنيه استرليني وجزء كذي من كاس العالم، يعني شيء كان ملزوق، وشلعه وحطه بالطرد علشان ياكد لهم ان الكاس عنده. فالريال كان يبي 15,000 جنيه استرليني مقابل انه يرجع لهم كاس العالم. اعطوني فلوسي اخذوا كاسكم. فالشرطه قالوا له اوكي يعني خلاص يبقى تعال نعطيك الفلوس بس رجع لنا الكاس، عندنا بطوله جايه، شلون بنلعب بدون كاس؟ طبعا الشرطه مو من صدقهم، خططوا ورتبوا علشان يشوفون جاكسون اكيد هيمسكوه يفشخوه يعني. ايه الضحك ده؟ اول ما وصل جاكسون القوا القبض عليه. تبين ان الريال هذا اسمه مو جاكسون، اسمه الحقيقي ادوارد، وانه هو الطرف الوسيط بين الحرامي والشرطه. اما المجرم الحقيقي هو ما يعرفه، قال لهم ياني واحد وقال لي وصل الطرد وقول لهم ان الموضوع 1 2 3 كذي وكذي وكذي، يا تعطوني 15,000 يا ما ارد لكم كاس العالم وانا راح اكرمك، انا ابي فلوس. وافقت، ايش دراني بتصيدوني؟ عموما انه ادوارد ما طلع من الموضوع، تم القاء القبض عليه وانسجن 2 سنين بتهمه السرقه، واستمر الموضوع لغايه تاريخ 27 مارس سنه 1966، يعني بعد اسبوع من سرقه كاس العالم. بهاليوم كان في واحد اسمه ديفيد كوربت قاعد يتمشى وهو كلبه بالمنتزه، مطلع كلبه قاعد يمشي، فالكلب وهو قاعد يلعب اكتشف شغله ملفوفه بجرايد، شيء كذي لافينه بجريده، والشيء هذا موجود تحت سياره جاره. لما راح وطلع الشغله هذه من تحت السياره وبطل الجرايد عنها، لقى كاس العالم موجود تحت السياره، يعني لا الحرامي الحقيقي صادوه ولا خذ فلوسه، وبالاخير راد كاس العالم. في سنه 2000 عادي يعني محاوله غير موفقه، بس يعني ليه اغبى سرقه يعني. 9 كان في شخصين، واحد اسمه جوي ميلر والثاني اسمه ماثيو ماكنيلي. هالشباب الحلوين الاثنين اقتحموا واحد من البيوت رايحين يبون يبوقونه، والبيت هذا موجود بولايه ايوا في امريكا. العاده الحراميه اللي راحوا يبوقون يغطون ويوهم بقناع ادلاغ يحطون على ويوهم، المهم يجيب اي شيء يغطي وجه الخايس فيه. الحبايب الاثنين هذول ما غطوا ويوهم، لا فكروا ولقوا حل ثاني، حل اقوى ما شاء الله عليهم. راحوا جابوا اقلام الخط هذيلا، لبسوا لبس الحراميه الاسود مالهم وشخبطوا على ويوهم بالاقلام، خططوا ويوهم بالاقلام. يعني ايه الهبل ده؟ انت ما حركتش ملامحك على الاقل؟ عادي اغسل وشك اعرفك، ما حد راح يعرفهم كذا. فلما وصلوا عند البيت اللي بيبوقونه شافهم واحد وهم قاعدين يحاولون يدخلون داخل، فعلى طول راح وبلغ الشرطه واعطاهم مواصفات الحراميه، وما يحتاج اقول لكم المواصفات كانت كافيه، اللي شافه الريال كان كافي. يا دين ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده يا جدع؟ ايه الهبل ده يا جماعه؟ على طول الشرطه كده مش هعرفك يعني. القوا القبض عليهم. واللي طب هو انت مستخسر تجيب شراب ب 2 جنيه؟ سهل الموضوع على الشرطه، هات يا سيدي الشراب اللي بتلبسه. حركتهم الغبيه اللي سووها. اخذوا عندكم الحين هالسالفه بسنه 2011 حاول كفايه سنين، انا كفايه تواريخ، والله ما حد مهتم بالتواريخ امتى ولا يعني، عشان بس انا حاسس ان انا متلخبط. رجل معاه سلاح اسمه فيكتور جاسينسكي انه يسرق صالون تجميل، صالون نسائي، وصاحبه الصالون اسمها اولغا زاياتس، واولغا هذه عندها الحزام الاسود في الفنون القتاليه، عاد شوفوا شنو تلعب، جودو، كاراتيه، المهم ان عندها حزام اسود بواحده من اللعبات القتاليه. فاستخدمت صاحبه الصالون مهاراتها ولعنت خير الحرامي طقته طق لغايه ما فقد وعيه. ولما انصحها المسكين الحرامي هذا كسر خاطري والله، لقى صاحبه الصالون مفسخته كل ملابسه ورابطه ايدينه وريوله واحتجزتها عندها كذا يوم، كانت تعطيه حبوب فياجرا وتجبره انه يمارس الجنس معاها، يعني كانت رابطته وتعطيه حبوب وتخليه شو اسمه معاها. طب ايه ده؟ انت ايه وليه الغباء ده وليه؟ دي اغبى وليه مش اغبى سرقه بقى. ايه الضحك ده الحرامي جه واتبسط غصبا عليه، يعني من حرامي لضحيه ومغتصبينه، واستمر على هالحال لمده 3 ايام، وبعدها اطلقت سراحه. ولما اطلقت سراحه على طول طلع من عندها وراح المستشفى، كان يعاني من انتفاخ مو طبيعي بالمنطقه التحتيه عنده. فهموها مالي خلق انا قاعد افسر. وبعد ما عالجوه راح مخفر الشرطه وقال لهم كل اللي صار معاه ب3 ايام. هو ايه اللي هيقول لهم ايه؟ كنت رايح اسرق الوليه، قامت جايباني واغتصبتني. ايه الضحك ده؟ هذه اغتصبتني، كانت تعطيني فياجرا وتخليني اسوي كذي غصبا علي. فراحوا الشرطه على طول واعتقلوا زاياتس او اولغا. ولما استجوبوها قالت لهم هذا وايد يتفلسف. صدق ترى قالت كذي، قالت هذا ايش فيه قاعد يتبجبج. يا جماعه كنت شوف مين غلطان هنا؟ الحرامي ولا الوليه؟ اما هو الحرامي كان رايح يسرقها برضه، فاهم ازاي؟ تبجبج يعني يبكي وكذي يشتكي. قالت هي اقمت معاه علاقه جنسيه واكثر من مره، لكن رحت شريت له بنطلون جينز جديد، لا وقبل لا اطلع اعطيته فلوس. وحياة امك
اوكي. بعرف ايش تبي انت بعد احسن من كذي. عنده حق بصراحه. ايش تبي بعد يعني؟ البنيه شاريت لك جينز ومعطيتك فلوس وهادتك، خلاص بعد لا تشتكي عليها. اخر سرقه غبيه عندنا صارت ب 2019، وحصل هالحرامي الصيني هذا على لقب الطف لص او اللص اللطيف. كان في مره رايحه تسحب فلوس من الصراف الالي او الاي تي ام، فتفاجات بريال وراها بيده سكين. يعني المسكينه واقفه عند الماكينه قاعد تسحب فلوس، فجاه ولا سكينه بظهرها، وواحد يقول لها اعطيني كل الفلوس اللي سحبتيهم، وكانوا 2500 يوان يعني تقريبا 380 دولار. الحرامي او الريال اللي واقف وراها بيده سكين ما عجبه المبلغ، كان يقول لها حطي بطاقتك وريني رصيدك خليني اشوف كم عندك. لما حطت البطاقه وورتها رصيدها طلع ما عندها شيء، رصيدها صفر. طلع المبلغ اخر مبلغ عندها بالحياه، ما عندها غيره. بنفس اللحظه ابتسم هالحرامي هذا وكسرت خاطره ورجع لها فلوسها مره ثانيه، وراح خطبها من لا ما خطبها، بس رجع لها فلوسها. يا عيني. طب والله جامد فشخ يا جماعه. انا دايما بحس ان الايجنتس دول كلهم بحسهم لطاف جدا، بحسهم كده لطاف فشخ. بس مو لهالدرجه. وكاميرا البنك صورت كل اللي صار، فتعرفوا على هالحرامي هذا وتم القاء القبض عليه. وعلى الرغم من انه وجهوا له اتهامات بالسرقه، الا ان الاعلام الصيني كان يمدحه، والكل كان مستانس عليه انه هو لطيف وقلبه طيب. اكيد طبعا يعني. زين لو رصيدها كان اكثر كان سحب فلوسها، يعني علشان شافها فقيره ما سحب صار طيب. هو حرامي كلب لطيف. والله انت اللطيف. لا لطيف. شايفين ايه اغبى سرقه حصلت في هذا الفيديو؟ القناع المرسوم. القناع المرسوم غبي قوي. ما عندكش بادجت 2 جنيه بس تجيب شراب ولا تجيب ماسك؟ ضحك. ايه سما بتقول سرقتك لحبنا. بتاعت البطريق. والله انا حاسس ان هي مش غبيه ولا حاجه، انا حاسس عليها اصلا ان واحد سرق بطريق ونسي ان هو معاه بطريق. بس الاقنعه الملوثه كله بيقول الاقنعه اللي راح يتعرف على الست برضه. ضحك. هو برضه يا جماعه عايز يعني برضه عايز كمان نص ديونه، يعني يعمل ايه يعني؟ وكان معكم وإيش من أمام إحدى بثوث اليوتيوبية.